السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندك كبد وقوانص بس وقلوب مش عارفة تعمليها ايه؟ تعالي معايا شوفي هنعملها ازاي مع بعض. أكلة هتعجبك. طبعا عندنا النهاردة قوانص وقلوب ومحتارين نعملها ايه. يلا بينا نعملها أكلة جديدة كده هتعجبكم. كده معانا طاسة حاطين فيها مادة دهنية عبارة عن معلقة سمنة وشوية زيت ذرة، معانا نص كيلو لسان عصفور اللي هو كيس. هنحمر لسان العصفور كده بعد ما حمرناها اديناها اللون الجميل ده. يلا بينا نفضيها في الطاجن مع بعض. كده هنفضيها في الطاجن بالشكل ده. كده هنحمر بقى القوانص والقلوب. كده هنديها رشة فلفل اسود بالشكل ده، ورشة ملح. نقلب فيها بقى لحد ما تحمر كده. كده معانا بصلاية مقطعينها قطع صغيرة كده، هنقلبها مع القوانص والقلوب بالشكل ده. معانا معجون فلفل حراق معلقة كبيرة، ومعلقتين صلصة، نقلب الخليط كله كده مع بعضه. نحط مكعب ماجي، شوية مية، وهنسيبها تستوي. وبعد ما تستوي نشوف هنعملها ازاي مع بعض. خلصناها خلاص يا حبايبي. كده استوت القوانص. هنديها شقشاق مية كده عشان خاطر لسان العصفور يستوي فيها. يلا بينا نشوف الخطوة التانية. كده قبل ما نفضيها على لسان العصفور هنحط له فلفل الألوان كده عشان عايزينه يبقى صابح كده وحلو فيها، مش عايزينه يدبل على طول، اللي هياخد سوى لسان العصفور. يلا بقى نفضيه على لسان العصفور كده. نقلبه بقى هو بلسان العصفور كده. الطاجن ده يا حبايبي جميل جدا. كده بعد ما سقته بالجمال ده يا حبايبي هندخلها الفرن على 180. مش لازم ان احنا كل مره نحمر القوانص وكده، لا، اعمليها بطريقه زي كده هتتاكل وهتبقى جميله جدا. كده يا حبايبي الطاجن بعد ما طلع من الفرن بقى بالجمال ده. تحفه تحفه تحفه، وسهل خالص، ومش ولا متعب ولا مكلف. اهو يا حبايبي بصوا لسان العصفور عامل ازاي، منتهى الجمال. جربوه مش هتندموا، هيعجبكم جدا، وسهل وحاجة جديدة تعجبك. بصوا الجمال، بصوا لسان العصفور، بصوا عامل ازاي ومفلفل ازاي، والقوانص والقلوب عاملة ازاي، في منتهى الجمال. تحفة 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 تحفة. يا رب يعجبكم وجربوه. ما تنسوناش في اللايك والشير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.